هذه أحسن وأنجح وألذ وصفة فقيقسة ملح أو قريشلات عاشوراء بعجينة مملحات ناجحة ومعتمدة اللي ما كتخطرنيش نهائيا. كيجيو صراحة من أروع ما يكون، ما بين مقرمشين هشاش ومرملين، أشكال مختلفة بمذاقات متنوعة، وممكن تعتمدوا الوصفة للربح من مشروع من البيت. فضلا ما تنسوش ليا واحد لايك، بارتاجيو الفيديو، خليوا لي آراءكم في التعليق، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في قصريه غادي نوضع ربع ديال الزبده ما يعادل 250 غرام. كيف ما لاحظتوا انا خدمت بالزبده ديال العلبه، وبالضبط خدمت بلا بريري. غادي نضيف واحد ملعقه كبيره ممسوحه ديال سكر حبيبات اولا سكر سنيده لموازنه الذوق. غادي نضيف الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، لكن يفضل في المملحات انه الملحه تكون كافيه ووافيه، لأن المملحات خاص يجيو شي شويه ملحين. ملي كتكون الملحه ناقصه فيهم كيجيو باسلين. غادي نضيف شويه ديال الفلفل الاسود، غادي نضيف واحد ملعقه كبيره ديال الثوم بودره الا ما كانش متوفر، ممكن نضيفوا البصل بودره، وحتى هو الا ما كانش متوفر ممكن نضيفوا واحد جوج فصوص ديال الثوم وحكوهم. غادي نضيف 2 ملاعق كبيره ديال الخردل اولا لا موطارد، وغادي نضيف 6 مثلثات ديال الجبن. بالنسبه للجبن ممكن تخدموا بالجبن المربع اللي هو كيري، حتى هو كيجي زوين في العجينه، اولا تخدموا بالجبن المثلث. غير هو اختاروا شي نوعيه اللي تكون زوينه، بحال مثلا لا هولنديز اللي كتكون بالمذاق ديال الشيدار. صراحه هذيك بنينه، وملي كتضيفوها في العجينه حتى هي كتكون بنينه. وصافي غنخدم هاد المكونات جيدا مع بعض. ضروري تخدموا الزبده مزيان مع باقي المكونات باش من بعد ما كطيب لكم العجينه ما كتبوقش لكم في الفران. اولا ممكن تاخذوا هاد المكونات كاملين وتحطوهم في الاشواغ وتطحنوهم مزيان، والوقت اللي غادي تضيفوا فيهم الدقيق صافي كتبقاو كتخلطوا غير بايديكم. غادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت. عندي هنا مزيج ما بين زيت الزيتون والزيت النباتي. بغيتوا تضيفوا غير زيت نباتي بوحدو ضيفوه، بغيتوا تضيفوا غير زيت الزيتون بوحدو ضيفوه، ولكن تكون زيت الزيتون حلوه ما تكونش ماره. هذيك اللي ماره راه غتخسر لكم المذاق ديال العجينه. وصافي غادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعض. انا هاد العجين غادي نخدمه بدون بيض، بغيتوا تضيفوا ليه البيض كتضيفوا في هاد المرحله واحد جوج بيضات اللي كيكونوا في حراره المطبخ. من بعد غادي نضيف واحد الكميه ديال الفرماج الاحمر اولا الجبن المبشور. هنا كتاخذوا الكميه اللي بغيتوها. ملي كنضيفوا الفرماج محكوك للعجينه، العجينه كتجي بنينه بزاف، كتجي زوينه، يعني ما تحتاجوش انكم تضيفوا لها اضافات من بعد، كتفننوا فقط غير في الاشكال. من بعد ما كنخلط هذوك المكونات غادي نضيف واحد الكاس ديال الحليب اللي كيكون في حراره المطبخ، دائما بالقياس ديال الكاس ديال العنبه ما يعادل واحد 150 مليلتر. وصافي هنايا كنبقى كنضيف الدقيق بالتدريج. دقيق من الافضل يكون نوعيه جيده ويكون خاص بالحلويات، ضروري انكم تغربلوه. وغادي نضيف واحد الكيس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، وكنبقى كنخلط فقط غير برؤوس الاصابع، لانه هذا العجين ما خاصوش يتعجن وما خاصوش يتدلك. بحال كنبقى كنحط شي فوق شي صافي حتى كيتجمع ليا هذا العجين، وكنحصل على عجين اللي كيكون بحال هكذا، واحد العجين اللي هو متماسك ما كيلتصقش بيديتين، ولكن في نفس الوقت كيكون رطب. ما تخليوش العجينه مرخيه باش ما كتسيحش لكم من بعد ما كطيب في الفران، وما تقسطحوهاش باش ما يجيكمش المملحات قاصحين. صافي هنايا غادي نقطع هذا العجين لربعه ديال القطع اللي كتكون متساويه. وبالنسبه للشكل الخامس انا من بعد غادي نوريكم كيفاش غنخدموه. بالنسبه لكميه الدقيق اللي استعملتها فهي بالضبط 9 ديال الكيسان ديال العنبه اللي كيكونوا عامرين حتى للفوق. ممكن يكون واحد الاختلاف اللي هو بسيط. بالنسبه للعجينه الاولى او القطعه الاولى ديال العجين غادي نسرحها واحد شويه، غادي نضيف ليها الزعتر. هنايا الزعتر كنحكو بين ايديا، وكنخلي واحد شي شويه ديال الاوراق ديال الزعتر اللي كيبقاو باينين في العجينه، وكنحاول انني ندخلو في العجين بالطريقه اللي شفتوها من قبل، يعني بحال كنبقى نقطع في هذيك العجينه باش ما نضطرش انني ندلكها اولا نعجلها وتخسر معايا من بعد. بالنسبه للقطعه الثانيه ديال العجين غادي نضيف ليها شويه ديال التحميره، شويه ديال مركز ديال الطماطم والهريسه اللي كتبقى على حسب الذوق. وهاد العجينه ضروري غنضيف ليها شويه ديال الدقيق، لانه هذوك المكونات غادي يخليوها مرخيه. وصافي كنبقى كندخل هذوك المكونات جيدا مع بعض حتى كنحصل على العجينه اللي كتكون على هذا الشكل. بالنسبه لهذوك القطعتين ديال العجين فانا غنخليهم هكذاك، ما غادي نضيف لهم حتى شي اضافه.
غادي نرش سطح العمل بالدقيق، وغادي ناخذ اول قطعه ديال العجين وغادي نمددها بواحد السمك اللي هو متوسط. ماشي مشكل انكم تمددوها رقيقه او لا غليظه، المهم الطريقه ديال اللي غادي نخدموها بها. هنا غادي نشكلها على شكل مسمنه، باش من بعد ما غادي نقاد هذوك المملحات كيجيوني من بعد مورقين ومجاعبين، يعني بحال الشكل ديال المسمن وبحال الشكل ديال العجينه ديال الشباكيه. هي راه كنخدموها بحال هكذا، وواخا كندوزوها في الوراقه يعني ديك العجينه كتكون رقيقه بزاف، من بعد ما كنطيبوها راه كلها كتجعب لينا من الداخل وكتورق. فبنفس الطريقه غادي نخدموا هاد العجينه ديال المملحات، وبنفس الطريقه غادي نخدم هذوك القطع ديال العجين كلهم اللي عندي. كيف ما لاحظتوا على هذا الشكل غادي ناخذوا هذا العجين وغادي نوضعوا كامل في هذا البابي اليمونتير، وضروري غادي تحطوه في الثلاجه لانه مع الصهد هذا العجين كيترخى، وخصوصا خدمناه بلابريري. فلابريري في العجينه كتكون شي شويه مرخيه، اللي كتخدم بلابريري كترخى ملي كيكون الصهد. هذا علاش غادي نخليهم في الثلاجه حتى كيشدوا راسهم شويه، عاد من بعد غادي نخدمهم. هنا من بعد ما بردوا ارتاحوا غادي ناخذ اول قطعه ديال العجينه اللي ما فيها حتى شي نكهه، غادي نمددها مباشره فوق ورق الطهي باش الخدمه كتجيني ساهله، غير كنمدد كنقطع ومباشره غادي نحطها في اللاطه، وغادي نوضع فوق منها واحد البلاستيكه باش كيسهل عليا انني نمدد بنفس السمك. وصافي كتاخذوا مدلك وكتبقاو كتمددوا في العجين بواحد السمك اللي كيكون رقيق. هنايا هاد الطريقه ديال اللي كنخدم بها بالمدلك فكتخليني نعرف البلايص اللي كيكونوا شي شويه غلاظ من البلايص اللي كيكونوا شي شويه رقاق. هذا علاش كنخدم بهذه الطريقه باش كتجيني هذيك العجينه كلها مقاده، ما تجينيش واحد البلاصه عاليه وبلاصه هابطه. بالنسبه لهاد العجينه فالمملحات الا بغيتوهم يجيكم مقرمشين بزاف بزاف، العجين كترققوه، قد ما رققتوه قد ما هذوك المملحات كيجيو مقرمشين بزاف. انا راني وريتكم السمك اللي خليت عليه هاد العجينه، خليتها شي شويه بين وبين، وديروا بعين الاعتبار بانه راه استعملنا واحد الخماره، يعني العجينه راه شي شويه غادي تنفخ معنا في الفران. صافي هنا من بعد غادي ناخذ واحد البيضه اللي كنسمها بشويه ديال الملحه، شويه ديال الثوم بودره وقطرات ديال الخل، كنخلط مزيان. غادي ندهن هذه العجينه وغادي نوضع واحد الكميه ديال الفرماج الاحمر. بالنسبه لهذيك البيضه فالدور ديالها انها كتنسم لينا هذاك العجين كيجي بنين، وفي نفس الوقت غادي تثبت لينا التزيين. بالنسبه للفرماج الاحمر كتوضعوا الكميه اللي متوفره عندكم، هي كل ما كانت صراحه الكميه شي شويه وافيه هاد المملحات كيجيو بنان. من بعد كنبقى كنضغط عليهم شي شويه بايديا كيف ما لاحظتوا باش هذاك الفرماج كيتثبت. وصافي هنايا كنقطع، كتقطعوا بالشكل اللي بغيتوه، وكنوضع واحد شي شويه ديال الحبوب ديال الخشخاش اولا البافو، غير هكذا باش كنخرج شي شويه اللون ديال هاد المملحه. وكيف ما لاحظتوا راه كنوضعها بكل سهوله في اللاطه ديال الفران. بالنسبه للشكل الثاني ديال الفقيقسات اولا قريشلات غادي ناخذوا العجينه اللي منسمينها بالزعتر، غادي نمددها كذلك بنفس السمك، واحد السمك اللي كيكون شي شويه رقيق. دائما كنخدم فوق ورق الطهي باش كتجيني الخدمه سهله. وصافي غادي ناخذوا هنايا القطعه ديال البيتزا وكتقطعوا بالشكل اللي بغيتو. انا غادي نقطع على شكل مربعات، عيني ميزاني، المهم انا غنحاول نجيبهم على شكل مربعات. بغيتو تخدموا بالمسطره باش تجيكم الخدمه مقاده بطبيعه الحال ممكن. ومن بعد غادي ناخذوا هذيك البيضه اللي منسمينها من قبل، غادي ندهن هنايا واحد الصف. انا هنا غادي نخدم صف وغادي نزينو بالزرارع، عاد غادي نخدم الصف الثاني باش هذاك البيض ما كينشفش ليا في العجينه. غادي ناخذ هنايا الزريعه الخضراء، غادي نوضعها في القنيتات ديال المربع. الا عندكم الخاطر زينوا بحالي، ما عندكمش الخاطر ممكن تحطوا هاد الزرارع كلهم بواحد الطريقه عشوائيه، عاد كتقطعوا العجينه. صافي هنا ملي وضعت الزريعه الخضراء غادي نوضع ديك الزريعه العاديه ديال نوار الشمس، كنوضعها في الوسط، ومن بعد كناخذ شويه ديال زريعه الكتان وكنرش عليهم من الفوق باش كيخرج لي اللون ديال هاد المملحه. صراحه التصوير راه ما عاطيهش حقه نهائيا، راه في اللون ما كيبانش بحال هكا. هذيك زريعه الكتان راه كيبان اللون ديالها واضح. ملي كملت هنا التزيين ديال بالزرارع غادي ناخذ هذيك البيضه وغادي نحاول انني نمررها من الفوق من ناحيه باش هذوك الزرارع كيلصقوا ليا مزيان، ومن ناحيه اخرى كتعطيها صراحه واحد اللمعان من بعد ما كطيب، واحد اللمعان اللي زوين بزاف. بالنسبه للقطعه الثالثه ديال العجين حتى هو اللي ما نسمتو بحتى حاجه، اللي خليته غير هكذاك. كذلك غادي نمددو فوق ورق ديال الطهي غنمددو فوق ورق ديال الطهي بواحد السمك اللي هو رقيق.
غادي ناخذ قطعه دائريه وكنقطع، كنحاول نجيب الدوائر حدا بعضياتهم باش ما يبقاش ليا بزاف ديال العجين. على العموم العجين اللي كيبقى فهو اللي غادي نشكل به الشكل الخامس. من بعد كناخذ هنا واحد البوق او لا اي حاجه، المهم حنا بغينا نديرو تقيبات في الوسط باش تكون عندي واحد الحفره في الوسط، باش في الاخير كيكون عندي بحال الشكل ديال لي دونات. والعجين اللي كيبقى ليا اكيد غادي نوضعو في الثلاجه وغادي نحضر به حتى هو الشكل الخامس. غادي ناخذ البيض، انا هنا راه استعملت بيضه اخرى لانه البيضه الاولانيه كفاتني في جوج ديال المملحات. هنايا غادي نخدم بيضه واحده اخرى حتى هي كتنسموها بنفس المنسمات. غادي ندهن اولا الصف الاولاني وغادي ناخذ هنايا اللوز. بالنسبه للوز هنايا كناخذ لوزه وكنقسمها على جوج وكنحط وحده حدا وحده بحال الشكل ديال الوريضه. هنا الا حطيتو لوزه كامله حدا اختها فهذيك اللوزه شويه وازنه، الا حطيتوهم من بعد ما كيطيبوا في البواطه ممكن هذيك اللوزه طيح ليكم. هذا علاش كتخدموا غير بنص اللوزه فراه كتثبت تماما وما كتحيدش. هنا باش نزيد كنثبتها اكثر غادي ناخذ هذاك البيض وغادي نعاود ندهن من فوق منها، من فوق العجينه ومن فوق هذيك اللوز. فمن بعد ما كطيب هذاك اللوز كيعطي واحد اللمعان اللي هو زوين وهذيك العجينه كتجيني محمره. وبالنسبه للصف الثاني كذلك غادي ندهنوا بالبيض، وهنايا غادي ناخذ اللوز كونكاسي وغنزين به. يعني هاد القطعه ديال العجين غادي نخرجوا منها جوج ديال الشكيلات، هاد الشكل اللي كنزينوه باللوز بحال الشكل ديال الوريضه، والشكل الثاني غادي نزينو باللوز كونكاسي. بالنسبه للقطعه الرابعه ديال العجين اللي نسمناها بالحار فتا هي غادي نمددوها بنفس السمك اللي هو رقيق وفوق ورق ديال الطهي. وغادي ناخذ هاد القطعه وكنحاول انني نقطع وحده حدا وحده باش ما يبقاش ليا العجين. صراحه هاد الشكل انا كنت بغيت نديرو على شكل هلاليات، لكن ما عنديش مرشم اللي هو صغير على قد المراشم ديال المملحات. وكنت في واحد اللحظه غادي نقطعو كنت غادي نقطعو بالكاس، ولكن لا غنقطعو بالكاس ما يمكنليش نقطعو فوق ورق ديال الطهي، غير خصني نقطعو فوق سطح العمل ونبقى نهز وحده بوحده ونحط في اللاطه. هذا علاش باش نختصر عليا ونختصر عليكم حتى نتوما انا خدمت بهذا المرشم، صراحه جاني ساهل وحتى هو في الشكل ديالو كيجي زوين. صافي هنا من بعد ما حيدت هذاك الفائض ديال العجين غادي نحتفظ به في الثلاجه حتى هو غادي نشكل به الشكل الخامس. غادي ندهن الوجه ديال العجين بالبيض، هنا غادي نخدم جوج صفوفه بجوج صفوفه وغادي نزينو بهاد السمسم الابيض. هذا صراحه كيجي زوين في الشكل ديالو حتى في المنظر. بالنسبه للعجين اللي بقى ليا من العجين اللي فيه الحار والعجين العادي غادي نشكلو على شكل كرات. انا هنا في الاول راه كنشد العبار وكنحطهم هنا باقي ما قاديتهمش. عاد غادي ناخذ شويه ديال الكاوكاو، هنا عندي كاوكاو حمرته في الفران، غناخذ كاوكاوه وغادي نحطها وسط القطعه ديال العجين وكنكورها كنقادها بين يدي صافي وكنحطها. هذا هو الشكل الخامس، ولا اسهل وكيجي ولا اروع. بالنسبه للتزيين فانا غادي ناخذ واحد نص كاس ديال السميده رقيقه ديال الحلوه اولا السميد الخاص بالبسبوسه، ممكن تاخذوا غير ثلث، انا صراحه راه غيبقى ليا وحتى الا بقى لكم ماشي مشكل تقدروا تصوبوا به حسوه راه كتجي زوينه. غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الثوم بودره، وواحد معلقه كبيره مع مرش ديال زيت الزيتون، وكنبقى كنخلط مزيان حتى كتبسبس ليا مزيان هاد السميده. انا هاد الشكل راه خدمته معكم في الفيديو اللي قبل من هذا، صراحه لقى واحد الاقبال كبير والوصفه عجبتكم بزاف. القريشلات اللي خدمتهم معكم غير بثلاثه المكونات فقط صراحه وكيجيو واعرين. صافي هنايا غادي ناخذوا هذوك الكرات العاديين ديال العجينه العاديه وغادي نمررهم بحال هكا في السميده، وفي كل مره كنهز الكره كنبقى كنكورها في ايديا من ناحيه كنقادها ومن ناحيه اخرى كنلصق عليها هذيك السميده وكنوضعها في اللاطه. من بعد هنايا هذيك السميده اللي تبقات ليا غادي نضيف ليها شويه ديال السودانيه وشويه ديال التحميره باش غنزين بها الكرات ديال العجين اللي فيهم الحار، وبنفس الطريقه غادي نحطهم بحال هكا وكنبقى بحال كنخد فيهم باش ديك السميده كتلصق فيهم. من بعد غادي نوضعهم في اللاطه. بالنسبه لهاد المملحات هادو اللي على شكل كره هادو كنحطهم بوحديتهم في اللاطه، ما يمكنش نخلطهم مع المملحات الاخرين حيت الاخرين السمك ديالهم رقيق ما غاديش يحتاجوا ليا واحد الوقت طويل في الفران، على عكس هادو وازنين هازين ليا العجينه فهادو كيشدوا شي شويه ديال الوقت في الطياب. وعلى العموم المملحات هادو كلهم راه كيطيبوا بنفس الطريقه. الفرن ضروري خاصو يكون ساخن جدا، كنشعلوا عليه قبل بواحد 15 دقيقه على اعلى
بحال درجه حتى كيسخن مزيان مزيان. عاد غادي ندخل اللاطه الفوق والنار من الاسفل. انا ما كنشعلش لتحت والفوق، انا دائما كنشعل غير لتحت. النار كنقصها بزاف، كنخلي النار مهيله وكنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم. ردوا ليهم البال باش ما يتخطفوش ليكم، ما تخليوش النار شي شويه طالعه، خليوها غير مهيله باش كيطيبوا من الوسط وكيجيوكم مقرمشين. ولكن ما تفوتوش في الطياب، الا فوتوا في الطياب راه كيقصاحوا. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه: فقيقساس اولا قريشله عاشوراء مملحات بعجينه واحده فقط. خرجنا اشكال، ابدعنا وتفننا في هاد التشكيلات اللي كيجيو صراحه غزالين وكيجيو زوينين بزاف. هاد الكره كتجي ما بين مقرمشه ما بين مرمله وما بين رطيطبه، واحد القوام فيها غريب عجيب، ومع هذيك كاوكاوه في الوسط كتجي صراحه بنينه بنينه بزاف. هذه كتعجب الوليدات بزاف بزاف. وبالنسبه للشكل الثاني هذا، هذا الشكل حتى هو كيجي زوين بالمذاق ديال الحار. هذا الشكل ديال لي دوناتس كيجي تقريبا بحال الشكل ديال الصابلي. وبالنسبه لهذا الشكل المربع ديال الزرارع، فانا غادي نقسم معكم واحد الوحده وكتشوفوا التوريق فيها لداخل كيفاش داير. على العموم الاشكال كلهم صراحه كيجيو غزالين وكيجيو بنانين. هذا العجين كيجي بنين ولو انكم ما تضيفوا ليه حتى شي اضافه، يعني ما تحتاجوش انكم ديروا شحال من قطعه وكل قطعه تنسموها. العجين غير بوحديته كيجي بنين. الا وصلتوا معايا لهذه المرحله فما تنساوش ليا واحد لايك، خليوا لي الراي ديالكم في التعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه جديده. خليت لكم الراحه ومع السلامه.